اهلا بكم متابعين قناه مزايا. معاكم ابو كنز في حلقه جديده. احنا النهارده عند حسين الروسي في شبرمنت، تخصص مالينو. هنفرجكم عنده على الكارير، المستويات عنده عامله ايه، الديكوره اللي الجواز في نيتي انتاج. لو في جراوه هنطلعها هنفرجكم عليها، لو في حاجه بيخرجها هنقول لكم عليها. خليكم معانا عند حسين الروسي في شبرمنت. معاكم ابو كنز على قناه مزايا، يلا بينا. رجعنا لكم تاني يا جماعه، مكملين معاكم ابو كنزي على قناه مزايا. احنا النهارده في شبرمنت تبع الجيزه، عند كابتن حسين الروسي مالينو. الله اكبر، مستويات تبارك الله. هنفرجكم على كل حاجه موجوده في المزرعه النهارده. الاول نتعرف على كابتن حسين ونعرفكم بيه. اهلا بيك يا كوتش. اهلا بيك يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله ابو كنزي، انت اخبارك؟ الحمد لله، احنا ربنا الدنيا والله متعبك وكلابك. تسلم لي، ربنا يبارك فيك يا عمر. تسلم لي حبيبي، الله يخليك. قول لنا كبير، احنا قلنا ان انت عندك هنا تخصص مالينو بس. ان شاء الله باذن الله. طب عايزين بقى ناخد معلومات عامه كده عن المالينو عندك وعن مزرعتك عموما. هتقول لنا ايه؟ والله ابو كنزي انا في البدايه يعني انا اصلا بعشق الكلاب. تمام. بره مصر بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها مولوع بالكلاب. تمام. كنت بربي انواع كتيره، ردات، جرمانات، بوليهات، وبفضل الله طول عمري معايا مستويات كويسه جدا. اخر مره في الجيرمان كان في اخر كلاب معايا، كان معايا بديجريهات من ناحيه الاب 5 اول عالم، من ناحيه الام 4 اول عالم. ما شاء الله. من ساعه ما ربيت المالينو انا حسيت ان انا يعني كاني ما ربيتش كلاب. ما ربيتش كلاب قبل كده. فعلا ما ربيتش كلاب قبل كده. تمام. درست الموضوع وركزت فيه وتعمقت فيه وفهمت الكلاب المالينو. في مصر بقى ليها كذا مشتق. في ناس تقول لك الالوان والكلاب الغامقه، وفي ناس تقول لك الكلاب الستاندر، الكلاب الصفراء. تمام. فانا ركزت في الموضوع شويه وبقيت ايه يعني دخلت فيه دخله كويسه الحمد لله، وبقيت استورد من بره كلاب ما شاء الله، وبقيت راجل مستورد الحمد لله بفضل الله. كلاب كويسه جدا ومن اتقل الناس المستورده في مصر. في ناس كتير كويسه بس انا ايه بفضل الله برضو يعني الحمد لله مسيطرت في الموضوع شويه. فركزت بقى، جبت سلالات من هولندا، وفي سلالات جبتها من دم فرنسا، في سلالات من المغرب. تمام بفضل الله. تمام. ولما اجي ان شاء الله باذن الله في بلاد جديده برضه هخش عليها ان شاء الله. ان شاء الله. واجي برضه مستوى كويسه جدا. كل بقى فكرتي عن الموضوع ان في مصر عموما يعني في التركيز شويه، وفي اللي هو بيحاولوا ينتجوا كلب جامد. تركيزهم كله في الكلب شكله عامل ازاي، مفيش فعل. يقول لك الكلب الاسود والكلب الغامق ده كلب جامد، ده احلى من الكلب ما اعرفش. لا، انا عندي مفيش الكلام ده. عندي بركز اهم حاجه عندي تفاصيل الكلب، دمه، الكاركتير بتاعه، حضوره، ذكائه، عظمه، تفاصيله. بركز في بركز في اقل حاجه. تمام. وبفضل الله وصلت اللي انا عايزه. وطبعا زي ما انت عارف دخلنا الحمد لله بطوله. الحمد لله والشكر لله. يعني انت بقى احنا عرفنا ان انت في كذا بطوله، كذا حاجه خدتها اول، وكذا كلب خد اول في الشو، صح كده؟ بفضل الله. احنا كده لسه هنعرف الناس بيهم دلوقتي، وهنفرج الناس واحده واحده كده. بس عشان ما نتوهش من بعض، انا عايز اعرف منك انت بقالك قد ايه في المالينو اصلا؟ بقالي كده حوالي رينج مثلا 5-6 سنين. طب انت بالنسبه لك المالينو، الكلب المالينو انت بتفضله ازاي؟ يعني رايك فيه ايه اصلا عموما ككلب؟ بفضل الكلب اول حاجه في دمه، حضوره، تمام، تفاصيله، جماله، ذكائه. اخر حاجه بفكر فيها الالوان. يعني لو جبت لي كلب اقوى الوان العالم بس ما فيهوش تفاصيل، ما فيهوش دم، ما احبوش ولا امسكه. تمام. فهنا بقى ابتديت العب على ايه؟ على الكلب، التفاصيل بالدم بالحضور اللي هو الكاركتير مع الالوان. ايوه تمام. وبفضل الله الحمد لله ركزت وجبت الكلام ده عندي في المزرعه، وفي منه الحمد لله كتير يعني بفضل الله، يعني الحمد لله ما شاء الله. طب احنا قلنا سوزانا دي صح؟ دي سوزانا صح؟ دي انت قلت ان هي المفروض ان هي من ضمن الكلاب اللي خدت في البطوله؟ دي خدت مركز اول اناث. ما شاء الله. عمرها قد ايه؟ عندها حوالي فرنج مثلا سنه و7 شهور. سنه و7 شهور. دي مستورده؟ مستورده مغرب. تمام. انتجتها قبل كده؟ انتجت منها قبل كده؟ كنت جايبها من بره. قبل ما اجيبها من بره كنت انا متابعها. جبت بنتها، جبت ابنها اسف. كان عنده حوالي دلوقتي سنه وشهر. وبعد كده جبتها ومعاها 4 من ولادها، ده قانون انتايتين. وما شاء الله ولادها يعني ما شاء الله معروفين قوي في مصر دلوقتي بفضل الله. ما شاء الله، الله اكبر. تمام. طيب برضه ان شاء الله الايام الجايه باذن الله برضه ان شاء الله واقف نفسي منها ان شاء الله. الله اكبر، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. طب انت قول لي، انت عندك دكوره هنا جوازات قلت صح؟ وعندك عندي اصلا انتاج وجوازات؟ عندي الاثنين الحمد لله. بس انت ما عندكش اقامات صح؟ لا. ما تستقبلش اقامات؟ لا. تمام. وجع دماغ شويه الاقامات ولا ايه؟ الموضوع بس
بصراحه انا شايف الكلاب اللي ليها اولويه اكتر بامانه يعني ما بيجيش معايا حوار الاقامات ده خالص. تمام. تعالي سوزي. دي سوزان يا جماعه، كلبه قمريه الله اكبر عليها ما شاء الله، مستورده مغرب. شايفاني كده؟ شايفاني؟ سوزي انا ما خفتش اهو. يلا وريهم لقطه. يلا يلا ماشي يلا. اسي كم 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 نو نو كم كم كم. طب تعالى هنا عشان خاطر الكاميرا، تعالى خلينا جنب الكاميرا، خلينا قدام الكاميرا هنا. هبوة 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 دباس. ايه دي خالص علينا. سلمي على عمو كنسي. عايز تشرب عصير؟ تعالي. لا مش دلوقتي. بس خلاص خلاص بس. بابوجي 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 بس. قول لي كوتش الدكوره اللي عندك ايه؟ عندي ساشا بفضل الله علق مركز اول شباب. تمام. وعندي بفضل الله الفا ده في الاوبن في السن المفتوح برضه علق اول، وعلق اقوى كلب في مصر. تمام. وصف هو ساشا بفضل الله كانوا اقوى كلبين في البطوله كلها بيصفوا، كانوا كلبين بتوعي. تمام. كان في برضه برنسز علقت اول جراوي وصفت وخدت مركز اول على البطوله كلها في الجراوي ما شاء الله. ودي خدت مركز اول نت. وكان في ساشا خد مركز اول شباب. والفا زي ما قلت لك خد مركز اول في الاوبن. وبعد كده صفوا الاثنين الفا وساشا. الفا علق اول وساشا علق ثاني على البطوله كلها. تمام ما شاء الله. طيب عندك انت بقى بتقول انت في هنا كلاب بتدربها وبتمسك الدرع والكلام ده. احنا كده كده احنا بنحب الكلام ده، والناس اللي بتبص علينا برضو بتحب الكلام ده. فانا الله اكبر انا صورت في اكتر من مكان مزرعه برضو مالينو. احنا لسه اصلا مكملين مسيره المالينو ما شاء الله، يعني الناس هنا في مصر اتطورت قوي جدا ما شاء الله في المالينو فعلا. وانت الله اكبر ربنا يبارك لك ويوصل لك حالك، انت ما شاء الله عندك مساحه برضو محترمه جدا. الله يبارك لك. فعايزين بقى نوري الناس، لان احنا اللي شفناه في الشو بقى وسمعنا ان في مكافآت وكاسات وحاجات من كده فاهم، فاحنا عايزين نوري الناس الكلام ده. بفضل الله الكلام عندي مختلف خالص، وهتشوف بفضل الله كلاب بص يعني فعلا 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 يطلع لك كلاب اقتحام وكلاب فعلا يعني فعلا حراسه منشآت، حراسه شخصيه. كلب فعلا بيغض بمعنى الكلمه، عنده نباهه وسرعه وقوه فظيعه جدا. وهنوري الناس برضو باذن الله ايه قدام عينيهم ان شاء الله باذن الله. انت قلت لي ان قلت هتعمل حاجه غريبه شويه على موضوع المسافه ده. كنت انا ايام البطوله عشان طبعا مميز طبعا الواحد بتركيزه وبشغله عايز يوصل لمستوى كويس. فجبت دراع يعني ناشف شويه وقوي شويه على اساس ان الكلب لما يجي يعض يبقى اي حاجه سهله بالنسبه له. تمام. فجبت دراع قوي شويه وبقيت اعضد الكلاب على مسافات حوالي مثلا هتشوف بعينك انت مسافه كبيره يعني على اساس ان الكلب ساعه البطوله يبقى نبيه وفي قوه عضليه وفي تركيز وفي عصب، وبعض على مسافه كبيره جدا. فاي حاجه من الزوايا كانت تبقى سهله بقى ان شاء الله يعني فاهمني ان شاء الله. فركزت وتعبت، وساعات كنت باجي من الشغل انا راجل شغال مدير في شركه ماسترز ستيل حديد تسليح توزيع. تمام. واخد الحمد لله يعني شغال مدير اداره حسابات، فبخلص شغل على الساعه 5. تمام. باجي من الشغل بفضل قاعد في المزرعه مثلا اروح مثلا الساعه 2 3 بالليل في عز الساعه. انت قلت لي ان انت كنت بتجهز كلابك للشو بالطريقه دي. كنت بتعمل ايه بقى عشان تجهز كلبك للشو؟ كلب اكل كويس، اكل ما فيهوش نسبه دهون. تمام. نسبه بروتين عاليه. تمام. بياكل مرتين في اليوم، مره صبح ومره اخر اليوم. وباجي بالليل مثلا ايه اخر يوم كده بعد ما الكلب يهدم والاكل يتهدم وكده عشان جسمه فيه قوه طبعا. تمام. وما يتهلكش مني. ببتدي بقى اعضد، بقعد بقى اعضد مثلا لحد مثلا الساعه مثلا ساعه بمشي هنا مثلا الساعه 2 3 بالليل. ده كلب فبياخدوا عشان بعضهم مسافه كبيره لازم اروح واجي فبياخد مني فتره كبيره وقت. والكلب بيقعد يعض فتره كبيره برضه. تمام. عشان في قوه تحمل. فالحمد لله تعبت وربنا رضاني والحمد لله اخدت مركز كلها اول بفضل الله. 4 كلاب مركز اول. انت قلت لي انت بناء على مجهودك ما شاء الله ربنا كرمك في الاخر. الحمد لله والشكر لله. بالبطولات اللي انت خدتها دي اكتر من كلب خد اول؟ 4 اول و2 صف، وفي الاخر اخدت اقوى مركزين في البطوله اول وثاني. ما شاء الله. الفا اول وساشا ثاني.
شاء الله، الله اكبر. احنا الفكره ان احنا كمان يا جماعه هي الكاسات مش موجوده للاسف، احنا اقتحمنا المكان بس هو الحاجه ما كانتش موجوده هنا في المزرعه، فمره ثانيه بنصور الكاسات لوحدها بقى. باذن الله ان شاء الله. ربنا يبارك يا كبير. اللهم امين يا رب. طيب احنا قول لي انت هنا الجوازات عندك مقابل مادي ولا الدنيا ماشيه ازاي، ولا جراي ولا ايه كلام؟ والله انا الايام اللي فاتت فتحت باب للجوازات، يعني كنت عامل عرض انت وبتاع، واحنا هنزود العرض احنا عندنا بقى تاني، اي حد يجي من طرفنا هنزود له عرض، بس انت قول لي ماشيه ازاي الدنيا؟ مزرعتك وكلابك حبيبي. اي حد بيكلمني انا يعني موضوع الجوازات بفلوس دوت في شك شويه. تمام. فقلت للناس اي حد عايز يجوز سواء اعرفه او ما اعرفوش يجي ينورني، بس شرط ليه يكون كلبه كويسه. تمام. يكون فيها تفاصيل، يتقال عليها كلب مالينو، مش مهم اللون، اهم حاجه يكون كلبه تفاصيلها كويسه، ديلها قصير. الكلب مالينو عموما التفاصيل بتاعته كل ما ودنه تقصر كل ما يكون احسن، كل ما ديله يصغر كل ما يكون احسن، الديل ما يعديش العرقوب قبل العرقوب او لحد العرقوب. تمام. وعظمه يكون سليم، في سحبه وش، في دم. دي كل طلباتي، مش طالب اكتر من كده. واعرفه او ما اعرفوش اجوز له بجراوي، واللي بينه وبينه ربنا. ما خدناش حقنا في الدنيا في الاخر هناخده في الاخر. صحيح. وفي نفس الوقت برضه عشان يعني الكلب حلو ينتشر. انا استوردت كتير، لما وقفت لنفسي كلاب جامده ما شاء الله. فاحب الناس كلها يكون عندها كلاب جامده، واحب الناس كلها يكون عندها كلاب قويه وكلاب تفاصيل. الكلب عموما الحلو التفاصيل، والكلب الجامد بيتحب. هو انت بتستورد كلبك ازاي بقى؟ انت اصلا بطريقه الاستيراد بتبقى عامله ازاي؟ بكلم ناس اخواتي الصغيرين في المغرب. تمام. او مثلا في هولندا، انا بس طبعا ناس كبيره، ناس محترمه جدا. تمام. وبتفق معاهم على السعر واشوف الكلاب، بوروني فيديوهات صور. تمام. بطمن ان الكلب كويس من كل حاجه، واصوله بيدجري طبعا، اصوله كويسه جدا. تمام. اصوله كلها كويسه ودم كويس. تمام. وببعت الفلوس ببعتوا لي الكلاب. تمام. وبيقعد قد ايه بقى لحد ما يوصل هنا بعد ما تبعت فلوسك؟ يعني مثلا اسبوع في رينج الاسبوع. وتستلمه هناك من المطار؟ بستلم المطار بخلص كل حاجه بنفسي. بتدفع شحن انت في المطار هنا طبعا اللي هو انا بفضل الله بخلص كل حاجه بنفسي، يعني اي حاجه بخلصها بنفسي، ما احتاجش لمستخلص. الناس بتحتاج مستخلصين. انا بفضل الله بحب اجيب حاجتي بنفسي، ارقيها بنفسي، استلمها بنفسي، اخلصها بنفسي. بفضل الله كل حاجه بخلصها بنفسي. في اجراءات يعني بتتعمل اصلا في المطار عشان تستلم كلبك؟ بنروح هناك المطار بنستلم الكلاب، بنروح قريه البضايع. بننزل الكلب على بوابه ال 35 بندخله على الحجر البيطري. تمام. الحجر البيطري بنستلم الكلب طبعا، بنتابعه، بيتحجر يوم او يومين. بنتابعه، نروح ناكله بنفسنا ونشربه، نطمن ان العمال بينضفوا له. وبتعرف تدخل له يعني، تعرف تتعامل معاه جوه؟ تمام. وبنتابع الكلب كويس وصحته كويسه واكله وشربه وكل حاجه. وبعد كده بنطلع الكلب هناك نستلمه ونجيبه المزرعه هنا. طب انت لما بيكون كلب قاتل بقى زي ما احنا بنشوف كده وجايبه انت مستورده، بتتعامل معاه ازاي لما بتجيبه؟ حصلت قبل كده. اخويا الصغير سلمان في بورسعيد. الرجاله بتاع بورسعيد طبعا رجاله بمعنى الكلمه يعني. على راسنا يا باشا. كان في كلب اسمه نيكو. كان نازل من المغرب. تمام. فانا في المطار انا بتعامل مع الناس كويس، فالناس بتحبني شويه الحمد لله، بثقوا فيا وكده. تمام. فقالوا لي يا حسين في كلب في المطار جامد ومحدش عارف يخش له، لا يحط له ماء ولا اكل ولا شرب، بيدلوا له بالخرطوم من ورا الشباك. تمام. فرحت لقيت سلمان ولقيت الرجاله، فالكلب ما كانش عايز حد يخش له خالص. تمام. فهنا بقى في سنس. هنا بقى في سنس. طبعا رجاله بورسعيدنا ما بنشككش في قلبهم الناس بيعاملوا مع كلاب غبيه وكل حاجه وناس محترمه. تمام. بس هنا السنس بقى ايه؟ الكلب عايز حد يكلمه فرنساوي. لازم أن يكون في سنس الفرنساوي دوت. ايوه. فتحت الباب الكلب طبعا ما كانش عايز تحت الباب الكلب ما كانش عايز يدخل حد خالص جوه البوكس. البوكس كبير فاللي هيخش جوه الكلب هيتحكم فيه. لو عضه هيتحكم فيها هيزعله. فقلت لهم حد يجيب شويه دراي، جبت دراي، دخلت. الكلب الجدع بيتعرف. عارف معنى ايه؟ يعني في حاجه اسمها سيكولوجيه الكلب بفضل الله موجوده عندي. بص للكلب اعرف شخصيته كلها متركبه ازاي. غدار، جدع دي بمعنى ايه؟ اللي هو لو شافك جدع هيحترمك. ايوه. انما الكلب في كلاب مش معنى كده ان مفيش كلاب مش شرسه. لا ده في كلاب بفضل يعني انت جدع مش جدع بتخاف ما بتخافش هيموتك هيدورك محدش عارف يحلك منه. فتعاملت مع الكلب، كلمته قلت الكلب انتبه لي وركز معايا. فمعنى ان الكلب يتدرب مثلا حوالي مثلا 20 امر يبقى هو بيفهم، فاهم الصح والغلط. ايوه صح. دخلت على الكلب وقفت جوه في قلب البوكس، كان قاعد يلف حواليا شام فيا طبعا مش شام فيا ريحه الخوف خالص. تمام. ابتديت اركز مع الكلب يلف حواليا وانا ثابت ما اتحركش، يجي يشمني. ايدي تحت يشمها هو، انا مدش ايدي، هو اللي يشمني الاول، هو اللي ايه اللي يجي الاول يختبرني. تمام. لاني مش خايف. ابتديت اتكلم مع الكلب فرنساوي، ابتدى يركز معايا كده.
الراجل ده بيقول ايه؟ الراجل ده يعرفني. بدا يفهمك. ايوه. فرحت جايب دراي، مات ايدي، راح واكل من ايدي. قلت للكلب كام امر، سد واسي اللي هو سد، وكوشي اللي هي داون، وبابوجي اللي هي اثبت. تمام. في كلب شبه بعض على فكرة فاديني الكلب كام امر. طبعا الكلب جاي جعان فايه فمحتاجني. ايوه. اللي هو هاكلك لما تدي اوامر. ايوه. راح طعني. رحت رامي له شويه البوكس، راح داخل، رحت قافل عليه بسرعه. تمام. بس خلاص كده الكلب اتلجم في البوكس، ضمننا ايه؟ هيروح المزرعه. هيروح. وخدنا الكلب وطلعناه، والرجاله خدوه وروحوا على بورسعيد. شخصيته حلوه المالينو. طبعا كلب بيفهم جدا ما شاء الله. ما شاء الله. انا بعشقهم. لا هو فعلا كمان الفتره الاخيره دي تحس ان المالينو سيطر قوي على الدنيا جدا. وبعدين في ناس كتير الناس فعلا بدات تركز معاه. اللي كانوا مركزين مع جيم ركزوا مع مالينو، وفي ناس تربي مالينو. وكانوا بيربوا انواع كتير بيركزوا مع المالينو برضه. ما شاء الله. الله اكبر ما شاء الله. تمام. على بركه الله كبير. طيب احنا قلنا هنا الجوازات، انت قلت بجراوي صح كده؟ بجراوي. لو حد مصر بفلوس بقول له بفلوس عادي مفيش مشكله. تمام. طب احنا ان شاء الله كده اللي هيجي لك من طرفنا ان شاء الله هيبقى الدنيا ايه معاه مظبوطه شويه. طبعا صح كده؟ يتجوز ويمشي حبيبي. قد الدنيا يا كبير حبيبي. الله يخليك. طيب نفرج الناس، انت قلت ان احنا في هنا اكتر من كلب بيمسك وبيعض. والمسافات اللي احنا برضو اللي هي غريبه شويه احنا هنجربها دلوقتي اول مره. تمام ماشي. واحنا اتكلمنا كده خلاص عن الكلاب اللي هي واخده كاسات او واخده بطولات. هنوريها بقى للناس الكلب فعلا كانت المفروض تاخد كاسات ولا لا. ايه رايك؟ يلا بينا. نسبه الناس احنا كنا بنكذب ولا ما بنكذبش؟ نوريهم. يلا بينا يا جماعه، خليكم معانا. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي معانا دي سوزانا. كابتن حسين بيقول ان هي بتعمل كام لقطه كده، هنفرجكم عليها وبعد كده نكمل بقى مع بقيه الكلاب في المزرعه، نفرجكم على الكلاب كلب. خليكم معايا. يلا يا باشا. يلا يا سوزي، يلا نوري الناس تعملي ايه. خدي تعالي. حبوه 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 دباس. كف نو 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 حبوه 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 دباس. نو. ما شاء الله. الله اكبر. كوش موت. حبوه 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 حبوه. ايه با زجزاج. يلا بقى عشان عمو ابو كنزي. يلا اسي دباس. الله اكبر. برافو. بس خلاص بس ما شاء الله. الله اكبر. ربنا يبارك حبيبي. الله يكرمك. تعالي بس. خلاص. تعالي سلم على الكنز. خلاص تعالي. كم تعالي. بس ايزي. بس خلصنا. بس ما تخوفنيش بقى. يلا مكملين معاكم يا جماعه عند حسين الروسي. احنا دلوقتي هنجرب ذكر اسمه الفا. ده اللي كابتن حسين بيقول ان هو واخد مركز اول. ده مستورد يا حسين صح؟ ده مستورد من المغرب ودمه فرنسا. تمام. طب هنجرب العضه بتاعته هنا من قريب وبعد كده نطلع بره صح؟ ماشي. يلا بينا. وبعد كده نتكلم عنه بقى براحتنا باذن الله. يلا يا باشا. واتش اتاك. اوس اسي قفلت. جارد. بس ايزي. جارد. يعني نفسك هتاخد بخه. يعني نفسك هتاخد الدراع. جارد. ده كده بيأمن يا جماعه. ده كده بيأمن. جارد. يلا كمان واحدة. اوس اسي بابوجي. نو بابوجي. كوش بابوجي. نو خد البسه ما تطلعوش تاني. يلا بس تعال انت هنا كده.
تعال انت هنا، تعال انت هنا، تعال انت هنا. ما تطلعوش تاني، ها؟ يبقى اثبت عشان اخلي الكلب يسيب. تمام؟ ماشي؟ جارد جارد. هي هي ما تقلعش الدراع تاني. هي 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 اتاك. اثبت. تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا. روح هناك تعالى عشان بالكلب الكاميرا. هنا، ايوه ما تقلقش منه. اثبت 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 اثبت. اوس. اثبت. اوس. اثبت اثبت. هنا بقى السيطرة. انت فاهمني؟ هنا السيطرة. اتاك. ما شاء الله، الله اكبر. اثبت اثبت. اوس. اثبت. اي اثبت. كوش. اثبت. اسي. اتاك. سيبه. برافو برافو. سيبه. برافو برافو. الله ربنا يبارك يا كبير. برافو. الله اكبر. ألف عنده قد ايه يا حسين؟ ألف عنده في رينج السنتين، سنتين؟ سنتين وشهرين. تمام. ده فرق عندك قبل كده فرق اه. صح؟ تمام ما شاء الله. دراعك وجعك؟ ايه؟ دراعك وجعك؟ لا ما شاء الله الكلب. اه وايده حتى الاثنين قدامه، ايده الاثنين حاط ايده على رجلك جامد قوي. سند عليك، سند عليك جامد. بس. تمام. يلا بينا نكمل. ألفا نخلص بس نطلع بره الاول بقى نوري الناس بقى المسافات الطويله باذن الله. بألفا نفسه صح؟ بشاشه بألفا باي حاجه اللي انت عايزه. ايه ماشي. رايك؟ يلا بينا. خليكم معانا يا جماعه، هنخرج بره دلوقتي. بره يعني هو برضه طبعا المزرعه، هو في بره سور كده حوالين المزرعه، برايفت كده خالص برضه بمزرعه كابتن حسين. ده ساشا يا جماعه، نتفرج عليه بقى. ده ساشا كابتن حسين الروسي مزرعته. يلا باك باك. هنتفرج عليه وهو باك الدراع مسافه باك طويله. باك 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 باك. دي الكلب بيرجع باك خلاص، باك الله عليك. باك 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 باك. يلا بص المسافه اللي بيرجعها كابتن حسين قد ايه ولسه مكملين. يلا. هاي هاي هاي. Good boy. No. Nia. Nia. المسافه تقريبا ممكن تكون 100. Easy, easy, bravo. Easy. Come. Come. برافو. ما هو الكلب هيبان دلوقتي. هو هيسيب دلوقتي الكلب كده هيبان. جاهز. واتش اتاك. الكلب يا جماعه ما بقاش باين من بعد المسافه. الله اكبر ما شاء الله. هو هيكفي يخش فينا احنا، خلي بالك يا عبد الله. ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله. خليك ماسك. سيبه، سيب الدراع. عاش يا باشا. ابو جد ساعات كده عظيم. برافو. ده اللي بقى اللي بتكلم فيه بقى يا ابو كنزي. المسافه بسم الله ما شاء الله تمام. وشغال عليها مسافه كبيره. تمام. فلازم اروح واجي جري، فكان فيها مشقه جامده. تمام. بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا الحمد لله. الله اكبر يا باشا حبيبي، ربنا يبارك يا معلم. برافو. اسي بابوجي. واتش.
بابوجي. بابوجي. اسي. بابوجي. كوشي. كنا النهارده عند كابتن حسين الروسي في مزرعته، وده الساشا اللي مرمطني معاه. نورتني وشرفتني يا ابو جد. حبيبي ربنا يبارك لك. والله مكانك حبيبي ومزرعتك. تسلم ربنا يعزك حبيبي. احنا محتاجين منك العنوان المزرعه ورقم العنوان المروزيه شبرمنت، ورقم تمام. التليفون 0100 3 71 71 71. ما شاء الله، حتى رقم مميز. حبيبي يا أبو. هناخد من رقم التليفون الاول. حبيبي اللي هيجي عن طريق مزايا انت قلت فيه ان شاء الله خلفه قريب. طبعا يبقى في طبعا اختلاف خالص في الاسعار واختلاف في المعامله وفي كل حاجه باذن الله. تسلم ربنا يبارك لك يا كبير. الله تسلم. يكرمك الله يكرمك. احنا كنا عند حسين الروسي النهارده في مزرعته في شبرمنت مريوطيه. الكلاب الله اكبر مستويات محترمه جدا، ربنا يبارك للجميع ويبارك لكل واحد دخلنا مكانه. كنا عند حسين الروسي معاكم ابو كنزي على قناه مزايا. كنت عايز احدف بوسه. سلام. اي حد مش هيقعد. خليكم فاكرين اهم حاجه بنركز تحسين سله في مصر. تحت تمام. امر اي حد عايز اي حاجه، الرقم موجود، اي حد عايز اي حاجه يكلمنا. حبيبي تسلم. الله تسلم يا يكرمك كبير. الله يبارك لك. سلام.